لا تعطي كرتك أو رقمك وتعرض خدماتك لشخص ما تعرفه أو ما يقدّر خدماتك ويثمّن اهتمامك فيه. قبل فترة كنت في مركز دوري لصيانة السيارات للخدمة، وفي عامل جا لعندي ويتكلم طبيعي يعني. وين شغّال؟ قُلت له في محل أجهزة منزلية في مكان فلان. قال لي: حلو، أنا أحتاج ثلاجة ولو تخدمني. قُلت له: حاضر ولا يهمك، هذا كرتي واتصل علي أو تعال للسوق وأنا إن شاء الله بارتّبك سواء من عندي والّا من عند غيري. مشيت من جنبه أمتار بس والمحه كذا، والله رمى الكرت. فحزّت في نفسي، رجعت بعد شوي أخذت الكرت مسحته ورجعته جيبي، وقُلت في نفسي هذا آخر كرت أعطيه لشخص ما ينطلب مني يعني، اللي ما يطلبك يقدّر رقمك وجهدك لا تعطيه. فكان آخر كرت يعني أو ورقة رابحة بالنسبة لي لأتعلم فيها كثيرًا. وسبحان الله، والله بعد أشهر بسيطة يمكن شهرين أو 3 وشفت هذا الشخص مقابل للمحل حقنا. يعني كنت مع المغرب كذا برا المحل واشوفه يخرج من محل لمحل، الظاهر انه يشتري الثلاجة اللي كان يبغاها. فقاومت اخلاقي وشعوري تجاهه وما رضيت انادي. يعني المفروض يعني صراحة من داخلي كان ضميري ينادي يعني يقول لي ازهمه يعني بيع له انت، لانه انا متأكد كنت براعي واضبطه في السعر ممكن لا يقل على 100 200 ريال. انا عارف المحلات وعارف كيف نظامهم. فبطلت. طبعًا إذا أخذ الكرت مو شرط إنه يحتفظ فيه يعني، لكن على الأقل ما يرميه أمامك، أو هو أصلًا طلبه يعني. إحنا يعطونا ناس كروت يوميًا حق شغل، ما نرميها أمامهم أو على الأقل ما نحتاجها، نرفعها على جنب. هذه اسمها قلة مروءة، قلة تربية، إنه يطلب منك خدمة وبعدين يرمي الكرت تبعك. فهذه نصيحة لي ولكم.